السلام عليكم، هنعمل كحك النهارده دايب دوب، حرفيًا كده هتحطي الكحكاية في بُقِّك هتلاقيها دابت لوحدها، كل اللي هتاكل عندِك الكحك هتقول لِك أنتِ عاملاه بالحلاوة والطعامة دي إزاي، هو أنتِ حاطة كيلو سمنة على كيلو دقيق؟ وطبعًا الكلام ده مش صح خالص، ده إحنا هنعرف أسرار النهارده تطلّع معاكِ الكحك دايب دوب وطعمه حلو وريحته حلوة، والأهم من ده كله كمان إن بأقل تكلفة. لو أول مرة تدخلي قناتي معاكِ نورة الإمام، أتمنى إن أنتِ تشتركي في القناة وتفعّلي الجرس وتتابعي الفيديو للآخر وتسيبي لي كومنت حلو وتقولي لي بتتابعيني منين. يالّا بينا كده نبدأ الفيديو بالصلاة على الرسول ونشوف هنعمل الكحك الحلو ده إزاي النهارده. أول حاجة خالص 2 كيلو من الدقيق نخلناهم زي ما إحنا متعودين مع بعض، وعليهم ذرة من الملح وادّينا لهم تقليبة واستبعدناهم دلوقتي خالص. 6 معالق من السمسم دلوقتي من غير زيت ومن غير سمنة ومن غير أي حاجة خالص في طاسة كده على النار، وهابدأ إن أنا أفضل أحمّص فيهم لحد أمّا أحمّصهم وأطلّع الرطوبة منّهم. طبعًا حاطين السمنة بتاعتنا دلوقتي تقدح، لإن إحنا هنعمل النهارده كحك مقدوح، مش هنعمله على البارد، هنعمله على السخن. هنعرف دلوقتي كمية السمنة قد إيه بس لمّا نيجي وقتها. خلاص حمّصنا السمسم دلوقتي، هننزّله دلوقتي كده على الدقيق وهندّي له تقليبة. ما تحطّيش السمسم بتاعِك بعد السمنة علشان ما تبقاش حبّة فيهم سمسم والحبّة التانيين لأ، يبقى إيه، على الدقيق كده وتدّي له تقليبة كلّه هيطول السمسم. بولة دلوقتي كده فاضية هانزّل فيها دلوقتي معلقة كبيرة من الخميرة، و5 معالق من السكر، ونُص كوباية مَيّة دافية، وهاعمل اختبار للخميرة. هادّي لهم كده كام تقليبة دلوقتي كده بالشوكة، وهاستبعدهم دلوقتي أغطّي عليهم واسيبهم عشان أشوف الخميرة إذا كانت فعّالة معايا والّا لأ. أيوه كده، هاستبعدهم دلوقتي بقى هاغطّي عليهم واسيبهم بقى إيه، لمّا يتفاعلوا. معايا دلوقتي كده الدقيق هادّي له كمان تقليبة، ومعايا دلوقتي ريحة كحك بتيجي من عند العطار، كل كيلو دقيق هياخد له نُص معلقة. المعلقة الصغيرة اللي هي بتاعة الشاي دي هاخد منها نُص معلقة، يعني أنا خدت دلوقتي كده نُص ونُص من اللي هي المعالق الصغيرة بتاعة الشاي دي. ريحة كحك بتيجي من عند العطار. طيب ضِفت سمنة قد إيه دلوقتي؟ كل كيلو دقيق هياخد 550 جرام من السمنة. يعني نُص كيلو وكمان زايد 50 جرام، مش في ناس بتحط 600 جرام وناس بتحط 650 جرام، فعشان تخلّي الكحكاية دايبة معاكِ، فأنا هاقول لِك دلوقتي على سر كده أخلّيكِ تحطي الكمية دي بس من السمنة وهيطلع معاكِ دايب كإنِّك حرفيًا حاطة كيلو سمنة عليه. هابدأ دلوقتي بقى إن أنا أدّي له كام تقليبة كده بالمعلقة وتكون معلقة خشب، عشان طبعًا بتبقى سخنة أوي زيادة عن اللزوم. هاسيبه بقى دلوقتي بعد ما قلّبته كده وما خلّيتش فيه أي دقيق خالص، هاسيبه دلوقتي كده على جنب لمّا نحضّر الملبن ونحضّر الحشوة مع بعض. تمام، معايا دلوقتي ملبن عادي خالص هاقطّعه حتت صغيّرة كده، وكنت محمّصة سوداني، أنا كنت جايبة السوداني برضه ني، مسكته كده برضه حمّصته على النار وسِبته لمّا برد خالص ودقدقته. هاحط دلوقتي عليه ييجي مثلًا 5 معالق برضه كده من السوداني، ومعلقتين 3 برضه من السمسم المحمّص، وده كُلّياته هاحطه كده على الملبن، وهانزل بإيديّا لإن مش هتنفع معلقة خالص، لحد أمّا أخلّيه كُلّاته كده إيه في بعضيه. خلّصته كده هادخّله دلوقتي التلاجة لمّا نشوف بقى إيه الدقيق بتاعنا بقى ونشوف الكحكاية بتاعتنا ونيجي بقى نبِث أحلى كحك. أنا عايزة أورّيكِ بس الشكل في الأول كده، هو كان لسه يا دوبك دلوقتي يا دوبك بِرِك كده، أنا عايزة بس أورّيكِ الشكل في الأول، شوفي عامل إزاي ومكتّل، لإن لسه ما اتبسّش. شوفي بقى بعد ما فضلتِ تبِثّي فيه، بِثّي فيه شوية كتار كده عشان الكحكاية تطلع معاكِ دايبة دوب، حرفيًا هتحطّها في بُقِّك كده هتلاقيها دابت أصلًا. يالّا بقى نشوف الخميرة كانت شغّالة معانا وفعّالة والّا لأ. بُصّي قد إيه مرتفعة، كده يأكد لِك إن الخميرة كانت شغّالة وناجحة وتحفة جدًا. هننزّلها دلوقتي كده بقى على العجينة وكام تقليبة كده، وهتلاقي العجينة خلاص شربتها معاكِ. أيوه كده، يا دوبك تقليبتين كده. معايا كوبايتين دلوقتي من اللبن، هانزل دلوقتي بكوباية مرة واحدة كده ويكونوا دافيين برضه، يكون اللبن دافي ما يكونش بارد. كوباية كده من اللبن هانزل بيها، والكوباية التانية هاحطها شوية بشوية. طب إيه السر اللي عندِك واجعة دماغنا وعمالة تقولي سر، سر؟ إيه اللي هيخلّي الكحكاية ناعمة معاكِ طالما أنتِ بتقولي إن المادة الدهنية مش هي اللي هتخلّيها ناعمة؟ إن أنتِ ما تكتريش سوايل كتير. تمام، يعني أنا حطيت دلوقتي، بُصّي، ما تحطّيش للكيلو الدقيق أكتر من كوباية سوايل. تمام كده. أنتِ مثلًا لو هتعملي كيلو واحد من الدقيق حطّي نُص كوباية في الأول، والنُص التاني زوّدي شوية بشوية، كل شوية تعملي تيست للعجينة معاكِ وتلفّيها كده بإيديكِ وتشوفي، تحطّي كده صابعِك فيها، لو شقّقت هتبقى عايزة سوايل تاني، بس برضه أيًا كان ما تزوّديش عن كوباية واحدة. أنا عاملة النهارده 2 كيلو من الدقيق، حطّيت هُم كوبايتين، مش هازوّد عن كده. تمام، يعني في محلات ما بتحط السوايل خالص وبتكتفي بالمادة الدهنية بس بالسمنة اللي هي حاطاها، بتطلّع
بتطلّع الكحكاية معاكِ بتبقى دايبة أوي، أوي، أوي زيادة عن اللزوم، تحسّي إن هُم مأفورين وحاطين سمنة كتير بس لأ، هُم بيبقوا مقللين من السوايل، كل أمّا بتقللي من السوايل كل أمّا بتبيّن معاكِ السمنة في الكحكاية وبتخلّيها حرفيًا دايبة دوب. بس كده هاغطّاها دلوقتي بقى كده بكيس بلاستيك على ما أشكِّل بقى خلاص الملبن بتاعي، كنت طلّعته هنا من التلاجة وهابدأ بقى إن أنا إيه، أشكِّله كده عشان يبقى جاهز معايا وما ياخدش معايا وقت كبير يعني. طيب عايزة الكحكاية تبقى ريحتها حلوة، آمم بُصّي يا ستّي، لو أنتِ مش عندِك سمنة بلدي، في حاجة كده بتيجي من عند العطار اسمها ريحة السمنة البلدي، هاتيها وحُطّها عليها هتدّي لها برضه طعم حلو لو أنتِ ما فيش مقدرة عندِك إن أنتِ مثلًا تعملي بسمنة بلدي والّا كده، تمام؟ بس بُصّي، لو عندِك سمنة بلدي حتى لو مش هتعملي الكحكاية ذات نفسها بسمنة بلدي، يبقى حُطّي حتّة سمنة كده على الملبن. بصراحة، يعني إيه هتخلّيها حلوة أوي وهتدّي لها طعم حلو أوي، لمّا تكون الكحكاية بتاعتِك محشية الملبن ذات نفسه معمول بسمنة بلدي، هيدّي لها ريحة وطعم تحفة خالص، تمام كده؟ وبُصّي بقى نقشة الكحكاية، بُصّي يا ستّي بتقومي جاية مقطّعة حتة العجينة زي ما أنتِ شايفة كده، وبتكوريها الأول كده، وبعد كده تعملي لها فجوة كده من النُص، وتحطّي حتة الملبن، وتقومي جاية قافلة عليها حلو، ودي بتبقى مهمة أوي إن أنتِ تقفلي على الملبناية علشان ما تطلعش وتبوظ معاكِ من هنا ومن هنا. بتتحرق وبتبقى شكلها مش أحسن حاجة في الكحكاية، يعني بتبقى الشكل مش حلو قد كده، بس كده ونخلّص بقى على طول زي ما أنتِ شايفة، أيوه كده، توسّعي لها كده حتّة على قد الملبناية وتقومي جاية بقى مقفّلة عليها ومكوّراها تاني كده وتقومي جاية ناقشاها. أنا عندي كحك يعني منقاش، في ناس بتعمله بالبصّامة، بصّامة كده stainless كده، بتقوم جاية يا دوبك حاطّاها كده، بس أنا بصراحة مش بافضّلها، هي حلوة أوي وبتدّي شكل جميل جدًا، بس أنا عن نفسي مش بافضّلها، وفيه اللي هم الأشكال اللي زي البلاستيك دي برضه والله عندي دي وعندي دي، بس أنا بصراحة مش باحب إلا المنقاش، ما باحسّش الكحك كده والفرحة بتاعة الكحك كده غير إن أنا إيه، أعمله زي ما أمي كانت بتعمله، ونعمل كده الكحك بالمنقاش، بس كده. الشكل ده بتاعِك أنتِ، المهم إن الطريقة تكون مضبوطة، المهم إن الكحكاية تبقى حلوة، تكون دايبة وتكون ناعمة وتكون طعمها حلو وتكون ريحتها حلوة، بس هو ده المضمون، إنما الشكل ده بقى تبع راحتِك أنتِ. بس كده خلّصت بقى كُلّه كده وعملت الصواني كُلّها، هاسيبه بس قد ساعة واحدة بس يخمر وبعد كده هاولّع عليه الفرن، بُصّي الكحكاية دايبة قد إيه، بُصّي، بُصّي تحفة إزاي أهي، شوفي الدوبان دايبة أوي. ومتحمّرة من فوق حلو خالص، ومن تحت كمان أرضيتها تحفة جدًا، لمّا بادخّلها الفرن بُصّي يا ستّي، بعد ما باشكّلها باسيبها ييجي ساعة كده إيه لمّا تخمر، تمام، وبعد كده باولّع بقى الفرن، باخلّيه من تحت كده يكون وسط، ومن فوق يكون هادي خالص، الشواية من فوق تكون هادية خالص، وأدخّل بقى الصينية أول ما تاخد لون من تحت يعني إيه، تبقى كويسة كده ولونها حلو من تحت، أقوم جاية معلية عليها الشواية، تاخد لون من فوق ومن تحت، وبعد كده أطلّعها زي ما أنتِ شايفة كده. مش باحط سكر بودرة على الكحك كلّه، باحب أحط وقت التقديم، فأنا هاسيبه دلوقتي كده ويا دوبك كده هاحط بس على قد إيه ما إحنا هناكل كده، وبعد كده هاعينه بقى كده في جرادل أو علب عندِك كده مخصصة للكحك والبسكوت، وبتقفلي عليه، وقت بقى ما بتحبي مثلًا إن أنتِ تطلّعي تاكلي منه، بتقومي جاية مطلّعة عادي بقى عندِك السكر البودرة دايمًا متوفّر، بتطلّعي بقى وتقومي جاية حاطة بقى كده إيه عليه وتاكلي بقى، وبس كده وخلاص، وخلّصنا الفيديو بتاعنا النهارده، وخلّصنا الكحك بتاعنا النهارده، وكل عام وأنتم بخير، ويعودها عليكم يا رب الأيام كده بألف خير، بس كده، سلام عليكم.